ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا اسمي حسام هاني، وانا بساعد لعيبه كره القدم انها تطور مستواها في كل جوانب اللعبه، سواء كنترول، مهاره او قوه تحمل، بس من البيت. في لعيبه كتير بتواجههم مشكله كبيره جدا، وان هم قصيرين في الطول. ده بيحسسهم دايما ان في حاجه ناقصاهم. وساعات اولياء امور كتير بتكلمني وبتقول لي ان ابني ما لعبش في نادي عشان هو قصير. ده للاسف جزء منه صحيح، لان معظم الانديه بتهتم بالقوه البدنيه اكتر حتى من مستواك في الكوره نفسه. وده دايما بيحسس اللاعب ان مفيش امل وان مفيش في ايده اي حاجه يعملها. وانا جاي اقول لك كولي امر، اولا لو فضلت تصدر لابنك انه قصير وانه في حاجه ناقصاه، مستواه مش هيتطور وهيبطل كوره، انك للاسف زرعت فيه انه مهما يعمل مستواه مش هيتطور. وده ببساطه لانه قصير. ثانيا خليني اقول لك ان القصر ده مش نقطه ضعف بالنسبه للاعيب الكوره، بالعكس ده نقطه قوه. ده بسبب ثلاث حاجات مهمين جدا بيتميز بيهم اللعيب القصير عن اللعيب الطويل. والثلاث حاجات هما: اول حاجه الاستابيليتي والبالانس اللي هو الثبات والتوازن، ثاني حاجه الاكسلريشن وهو التسارع او الطلعه بتاعتك اول ما بتبدا تجري، اخر حاجه والتشينج ان دايركشن اللي هو تغيير الاتجاهات. خليني اقول لك ان ميسي واجه صعوبات كتيره قوي بسبب قصره وان جسمه ضعيف. ميسي كان طوله 170 سم والمدربين ما كانوش واخدين بالهم منه خالص لانه قصير، لكن ميسي اثبت ان القصر ده مش مشكله خالص، بالعكس ميسي كان مثال للقوه والسرعه في كره القدم. وده بسبب ان السنتر اوف جرافيتي او مركز الثقل عنده قريب من الارض، وبالتالي بيديله ثبات وتسارع رهيب. وهشرح لك بعد كده يعني ايه السنتر اوف جرافيتي او مركز ثقل اللعيب، وازاي بيساعد اللعيب القصير في كره القدم. في ناس هتيجي تقول لك بس ده ميسي، ده راجل طفره في كره القدم، مش هينفع نقيس عليه. بلاش ميسي خالص. ايه رايك في تشافي؟ تشافي كان طوله 170 سم وكان من احسن واقوى لعيبه نص الملعب. واجيب لك لعيب تاني اقصر من تشافي. ايه رايك في كانتي؟ كانتي كان طوله 168 سم، يعني اقصر من تشافي وميسي. المدربين كانوا بيشككوا ان هو يقدر يأدي ويلعب نص ملعب في واحد من اقوى الدوريات اللي في العالم اللي هو الدوري الانجليزي، لكن كانتي كان ليه راي تاني. كانتي قدر يكسب الدوري الانجليزي مع ليستر سيتي في 2016 وكمان ياخد كاس العالم مع منتخب فرنسا. واحد هيجي يقول لك بس كانتي ده راجل افريقي وعنده قوه بدنيه، انت عارف الافارقه بيتميزوا بالقوه البدنيه وبتاع. ايه رايك في لعيب زي لورينزو انسيني؟ لورينزو طوله 163 سم، يعني اقصر من تشافي وميسي ومن كانتي، ومع ذلك كان واحد من اقوى اللعيبه في الدوري الايطالي. اللي عايز اوصله لك ان القصر ده مش عيب، بالعكس ده نقطه قوه في كره القدم لو انت قدرت تستغله صح. مش بس كده، انا عايزك كمان تغير المعتقد بتاعك ان انت عشان قصير فمش هتنجح في كره القدم او مش هتقبل في نادي. وعايزك كلاعب او كولي امر تبطل تصدر لنفسك او لابنك ان القصر ده حاجه عيب وان هو مش هيقدر يلعب في نادي بسبب ان هو قصير. خليني دلوقتي اشرح لك ليه القصر ميزه مش عيب. اول حاجه كده، تخيل معايا ان العصايه دي بتمثل جسم اللعيب، وان مركز ثقل اللعيب اللي هو السنتر اوف جرافيتي اللي قلت لك عليه دايما بيبقى عند وسطه. خلينا نقول ان هنا هيبقى وسط بالشكل ده. كل ما اللعيب بيبقى طويل كل ما مركز الثقل ده بيبعد عن الارض. يعني تخيل نقول ان هنا الارض، كل ما مركز الثقل ده اللعيب بيطول كل ما مركز الثقل بيبعد عن الارض، وبالتالي قوه وصلابه العصايه بتبقى ضعيفه. يعني انا كل ما العصايه تطول كل لو قدرت انشف عليها من الاتجاهين هتقدر تتكسر بسهوله. لكن تخيل كده ان العصايه دي قصيره، ده طول بس العصايه، مش هتعرف تكسرها. لو جيت تحاول تكسرها من الحته دي مش هتعرف. ليه؟ لان السنتر اوف جرافيتي بتاعها اللي هو يبقى عند الوسط ده هيبقى المسافه بتاعته اقصر لما تكون اللعيب طويل وكل ده، والسنتر اوف جرافيتي بتاعه بيبقى ابعد عن الارض بالشكل ده. وده بالظبط اللي بيحصل معاك كلاعب كره قدم. كل ما تبقى طويل كل ما حد بيجي يخبطك من الجنب سهل ان انت تقع او تتكسر. لكن لو انت لعيب قصير وحد جه يخبطك هتلاقي السنتر اوف جرافيتي بتاعك قريب من الارض، وبالتالي محدش هيعرف يكسرك او يوقعك بسهوله. بعكس بقى اللعيب الطويل لو حد قدر يخبطه بيفقد توازنه بسرعه. تاني حاجه هو الاكسلريشن او التسارع. ببساطه الاكسلريشن او التسارع ده هو بالظبط ان انت طلعتك بتبقى اسرع من اللي جنبك. يعني لو انت واحد بتجروا مع بعض هتلاقي انت دايما طلعتك اسرع منه. ده بسبب ان اللعيب القصير عضلاته اخف ووزنه اخف، تحركاته على الارض بتبقى اسرع دايما من اللعيب الطويل. وعشان تفهم اكتر تخيل كده لو معايا عربيتين، عربيه قصيره وقريبه من الارض زي عربيات السباق اللي هي في فورمولا 1 اللي احنا بنشوفها، ومعاك عربيه تاني زي عربياتنا اللي بنشوفها في الشارع، عربيه كبيره وعاليه على الارض شويه. تخيل معايا بقى لو العربيتين دول واقفين مع بعض في الشارع والاشاره حمراء، وبعدين الاشاره فتحت بقت خضراء. تخيل معايا كده مين طلعته هتبقى اسرع من التاني، العربيه القصيره اللي قريبه من الارض ولا العربيه الطويله اللي بعيده عن الارض؟ اكيد طبعا العربيه القصيره اللي قريبه من الارض، مش محتاجه زي. عارف ليه؟ لانها اخف قريبه من الارض، فالسنتر اوف جرافيتي بتاعها قريب من الارض، وبالتالي العجل لما بيجي يزق العربيه بيبقى اسرع وبيدي قوه دفع اكتر. وهو ده بالظبط اللي بنشوفه عند ميسي لما بيجي يجري جنب اي لعيب كوره، تلاقي دايما ان طلعته اسرع من الكوره، لما يجي يقف بيقف برضه اسرع من اللعيب اللي جنبه. اخر حاجه وهو تغيير الاتجاهات. خليني هنا اديك مثال بسيط. كلنا بنشوف في التلفزيون كتير فيديوهات عن اسد بيجري ورا غزاله، والغزاله بتبقى مطلعه عين ام الاسد عشان يقدر يقفشها. ايه السبب؟ السبب هو ان الغزاله بتقدر تغير اتجاهاتها بسرعه رهيبه حتى لو هي مش اسرع من الاسد، بس تغيير اتجاهاتها بتخلي الاسد يبقى عايز يفرمل وبعدين يغير اتجاهه ويبتدي يجري من الاول تاني. لكن الغزاله بتقدر تغير اتجاهاتها بسرعه جدا، والاكسلريشن اللي هو التسارع بتاعها اسرع بكتير من الاسد، فبتقدر تطلع بسرعه
تقف تغير اتجاهها وتجري الناحيه الثانيه، وده عشان الاسد اضخم ووزنه اكتر، فبياخد وقت عقبال ما يوقف نفسه ويغير اتجاهه وبعدين يجري. لو جيت تبص لمثال تاني ممكن تبص الكلب والقطه، لو لقيت كلب بيجري ورا قطه هتلاقي ان القطه برده مطلعه عينهم، تقدر تغير اتجاهاتها بسرعه رهيبه عكس الكلب. انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ انت كلاعب قصير عندك ميزه رهيبه جدا، الاكسلريشن بتاعك اسرع، تغيير اتجاهاتك اسرع، بتبقى ناشف وقوي على الارض. لو قدرت تستغل الثلاث مميزات دول هتقدر تعدي اي لعيب. بس كده، لو استفدت حاجه من فيديو النهارده يا ريت تعملوا شير، ولو تعرف حد الفيديو ده يفيده يا ريت تمنشنه. السلام عليكم.